صباحكم فل وورد وياسمين. وحشتوني يا جماعة، مصورتش بقالي فترة فيديو طويل. عمالة انزل شورت فيديو على اليوتيوب كتير، ما نزلتش فيديوهات طويلة، وللأسف كمان هضطر ان انا اقطع تاني عشان انتوا عارفين بقى ان انا ثانوية عامة، ففترة المراجعات وقريب من الامتحانات، يعني بداية من شهر 3 و4 و5 و6 و7، يمكن 5 شهور هقعد بعاد عنكم فيه. فقلت ممكن ارجع الفترة دي. تعالوا يا جماعة احكي لكم عن هدوء عمارتنا. بصوا يا جماعة، احنا عمارتنا بقالها، مش ببالغ، بقالها مثلا 17 سنة، قريب من عمري اللي انا خلاص داخلة على 19. المهم يعني 17 سنة من وانا طفلة بيتخانقوا على الترميم. زي ما قلت لكم، كنت قايله لكم في شورت قبل كده فيديو، جم يتفقوا امتى؟ السنه دي. وانا بقى مش محتاجه اقول لكم ترميم بقى وطوب واسمنت وعمال ويلا بينا. عمال بقى يا جماعه بيتكلموا كانهم رايحين يحرروا فلسطين، مش بيرمموا عماره ابدا. حسوا بيعملوا زفه لكل حاجه طالعه على العماره، مثلا شويه اسمنت والحاجات اللي هي بتطلع فوق دي. عمو بقى اللي تحتنا ده بتاع الاجانس اللي انا قلت لكم عليه دلوقتي، في خناقه اساسيه من ساعه ما فتح الاجانس برضو، من وانا صغيره لحد النهارده. واحد نصب على التاني في 18 ولا 20,000، وجايين يحلوا المشكلة دي تحت بلكونتنا بالظبط. الخناقة دايما بتبقى تحت بلكونتنا. خليني اقول لكم يا جماعة ان القعدة دي احلى قعدة بعد قعدة امي وخالتي، يعني وهما بيتكلموا في التليفون. اقعد اسمع يا جماعة كلامهم بموت ضحك والله. كنت بقعد زمان مخصوص اعرف اسمع كده، بس ان في خناقة على انه في حد نصب على حد في فلوس، بروح والله اقعد كده في البلكونة واسمع الحديث كله. من كتر يا جماعة الخصوصية اللي في عمارتنا وبين الجيران وبعضها، انا قاعدة انا وماما بنتكلم في موضوع في الأوضة اللي بره دي، جارتنا سامعة الموضوع كله من اوله لاخره وتخبط علينا داخله تقول لنا رايها في الموضوع. لكم من المستقبل يا جماعه اقول لكم موقف لسه حاصل من شويه. كنت نايمه عشان اثبت لكم ان عمارتنا والشارع بتاعنا ملبوس، وبالذات عمارتنا لان كل البلاوي بتحصل جواها. انا نايمه يا جماعه في امان الله في اوضتي عادي، سامعه اخويا بيجري وماما بتقول له استنى هنا ما تروحش. طبعا انتوا عارفين ان عمارتنا بتترمم وكده، انا عارفه عمارتنا حوارات طول الوقت. خلاص فكملت نوم. لسه صاحيه دلوقتي، قلت لماما هو كان ايه اللي بيحصل وكده. سامعه صوت سويت من بره من بلكونتنا. خلاص وفتحت، لقيت جارتنا عامله كده ومخضوضه، فامي طبعا يعني خضت، فراحت قفلت الباب. بعد كده سالتها، فتحت الباب تاني وسالتها، قالت لها ده في واحد بيقع. بصوا بقى، ماما طلعت لقت كله عمال واقف، الستات تصوت وواقفين جنب عمارتنا بالظبط كده. عامل يا جماعة كان بيعمل كهربا فوق من الدور الرابع. الكهرب وقع على أول سقالة، بعد كده وقع على تاني سقالة، متكهرب من الدور الرابع. انتوا متخيلين الدراما؟ يعني ناس كتيرة قدام المستشفى وكده، فكانت عمالين يتفرجوا مستغربين واللي يصوت وكده، عشان يعني طبيعي لما انت تشوف حد متكهرب عمال يقع من الدور الرابع ودم وحوار. لا كان حوار صعب الصراحة. بس الحمد لله، احب اطمنكم ان الراجل اللي وقع ده في الاخر كانوا، يعني الناس كانوا مستنينه تحت بشبك عشان خلاص يلحقوه، بما انه هو وقع مرتين ودماغه اتفتحت وجاب الدم. لحقوه الحمد لله وودوه بقى المستشفى. بس بعد ايه؟ بعد دراما. دراما. ليلى يعاتبني ويقول لي سلم. دلوقتي يا جماعة مستنيين الاوردر، انا و جماعة بصوا البيتزا. خلاص يا حبيبتي انت روحي مع تيتا. ماشي حبيبتي، شكرا. عارفه حبيبتي. ايه يا اختي اليوم ده مش عاجبك؟ لا وحش قوي. طب ده احلى ولا ايه؟ حلو قوي ده يا جماعة، انا دي هعملها برضو من ضمن الحاجات.
عايزة اوريكم الكيوتة دي يا جماعة زي بنسة كده. قلت برضو اوريكم من غير اضاءة. شكلها كيوت اوي. مميز مما يلي: علم الذي على وزن فعل يوضع مكان النقاط. اهو يا جماعة، ولسه هكمل تزيين الحيطة. ماما مشغلة ام كلثوم ومشغلاها جنبي يعني. استنوا اسمعكم شوية. ازيكم يا حلوين من مطبخنا المتواضع. ودلوقتي انا هعمل حاجه سخنه كده قبل ما انام عشان بطني وجعاني شويه. هاخد معلقه كمون بحيث ان انا انام وانا تمام. اقول لكم يا جماعه ان الفتره دي انا بتغطى بالكتاب، بنام تحت الكراسه، بدل الميه بشرب حبر. المهم يا حلوين، عايزه اوريكم بس الصينيه اللي هي ورا دي، صينيه رمضانيه فظيعه، والنور برضو هوريهولكم. بصوا، اهلا رمضان، قصدي رمضان كريم يعني. بس حلوه قوي الصينيه دي. الصينيه برضو دي اللي هي مكتوب عليها رمضان كريم. تعالوا بقى اوريكم الاضاءه بتاعت رمضان. بصوا يا جماعه، حلوه ولا مش حلوه؟ جميله قوي. وجعاني بس عايزه اللي هو ايه، اعرف انام كويس. معلقه كمون، الكمون حلو للمعده. معلقه كده شطبايه عشان مبعرفش ابلعه كده. رقم 2 ميه عادي، تمام. بعد كده وبما اني بحب الحلبة اكتر فهحط حلبة زي كده. هما دول كفاية. كنت عايزة احط لكم قرنفل بس ما لقيتش، فهحط قرفة. ده القرفة، فهحط لي عود صغير كده، مش عود كامل عشان هو بيبقى مثلا كده. كوباية عادي مية، مية ورد. بتحط مية ورد على المية اللي هي بتشربها. انا بعمل نفس الحركة، او مية ورد عادي من عند العطار.